قال محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في موضوع حضوره على رأس وفد المغرب لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي المنعقد سابقا: من التقيت بهم في الجزائر يؤكدون أخوة الشعبين، والبعض فقط من يسعى إلى زرع الحقد والكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي. أما عن الشعب فهو تواق للعناق وفتح الحدود البرية والجوية. وتابع أوزين بأن لحمة المغرب والجزائر تعني التحول إلى قوة ضاربة في الإقليم، مطالبا بعدم الانجرار إلى مستنقع الشتم، فأخلاق المغاربة والجزائريين ممتازة ومتشابهة. وزاد في المؤتمر نفسه الذي شهد مداخلة شاردة حول الصحراء المغربية: البيان النهائي أدان تصويت البرلمان الأوروبي وأشاد ببيت مال القدس. وكان الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في الجزائر خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير الجاري، وجه رسالة احتجاج لدى الأمين العام للاتحاد.